ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده عايزه اتكلم عن حاجه، بس قبل ما اتكلم عنها عايزه اقول لكم الحاجه دي مهمه جدا في حياتنا، ولولاها يعني امراضنا النفسيه كتير بتكتر وبنحس بضغط في الدنيا دي، لكن واحنا معاها بنحس براحه. بس قبل ما اتكلم عنها عايزه اقول لكم، لو تخيل كده واحده صاحبتك بتحبيها قوي او واحد صاحبك بتعزه قوي، قال لك اتفق معاك ان انا كل يوم هطمن عليك، وهطمن عليك الصبح وبالليل والعصر والمغرب، قبل ما تنام هكلمك، احكي لي مالك، في ايه اللي مضايقك، طب انت محتاج حاجه. هتحس بايه؟ هتحس بطمأنينة جامدة. ايه ده؟ صاحبي ده ربنا يبارك له بيتصل بيا يعني. لله المثل الاعلى لما ربنا بينادي علينا عشان يكلمنا في اليوم 5 مرات، والاذان بيأذن عشان ن- نتذكر اللي ربنا بينادينا اللي احنا نكلمه. لو محتاج حاجة هيجيبها لك، لو محتاج تقول له حاجة حد مضايقك هتشتكي له. ليه احنا بقى بنضيع النداء ده؟ ليه ما نشتكيش لربنا؟ ليه الصلوات الخمسة ما تبقاش أساسية في حياتنا عشان نكلم ربنا؟ هي أصل الصلاة معناها الدعاء لله سبحانه وتعالى، الدعاء لله، وهي أصلا هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم لله. تخيل كده لو حد دعاك في مؤتمر كده، والمؤتمر ده هيتكلم معاك، ولازم تروح لابس شيك ونضيف ومش عارفه ايه، وهتتكلم معاه ساعتين، هيريحك فيهم وفي الاخر هيسلم عليك ويقولك ما تخافش كل حاجه هتبقى تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل معانا كده في الصلاه، 5 مرات في اليوم بيطمن على احوالك وبيقولك لو انت محتاج حاجه كلمني، اشتكيلي، لو حد مضايقك عايز ينقلك من عالم الدنيا ده لعالم تاني، ويقولك ان انت اصلا الدنيا دي اختبار وراجع تاني. فاصل الصلاه الدعاء لله، فاحنا ناخدها بالمبدأ ده، مش ناخدها اللي هي شيء الزامي واللي انا اسبح واكبر، لا، هي كلها اصلا مبنيه على الدعاء اللي انا اكلم ربنا سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غامر على باب احدكم. النهر ده، تخيل لو واحد عنده باب افتحه كده يلاقي نهر، النهر ده يعوم فيه ويتنضف ويستحمى ومش عارفه ايه. كذلك الصلوات، يعني بيقول لك الصلاة بتغسل لنا ذنوبنا، بتغسل لنا اي حاجة مضايقانا، كل حاجة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فليه ما افتكرش ربنا؟ الصلاة دي مريحة. لما اتى حد للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اصبت من امرأة قبلة، يعني بس واحدة. راح جاء قال له، الرسول سكت، فنزل القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة إيه؟ طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنا ذنوبي كلها هتتغفر، ربنا هيخليها لي صفحة بيضاء. الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم إذا تغشت الكبائر، يعني بتجنب الكبائر. أكلم ربنا. كان في أحد الرجال في الأنصار بيصلي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك يعني قالوا للرسول اللي هو ده لا يترك فاحشة آم، ولا معصية إلا ارتكبها يعني. راح جاء الرسول بص لهم كده قال له: ستنهو صلاته يوما ما، يعني إن شاء الله الصلاة دي اللي هو بيصليها هتنهيه مرة عن اللي هو بيعمله. وفعلا تاب الرجل وصلح حاله، والرسول قال لهم يعني أهو يعني انما بعشرة مبشرين ومش منفرين يعني. فانا مهما تكون ذنوبي، مش ملتزمه بالزي الشرعي، مش ملتزمه في حياتي، بعمل ذنوب، ممكن اكون بعمل ذنوب كتيره، او بس على الاقل لازم صلتي بربنا، لازم اكلمه، حتى ممكن اقول له يعني انت قادر ان انت تخليني اتوب عن الموضوع ده. حتى فاتحة القرآن، يعني اللي هي سورة الفاتحة اللي احنا بنقولها في كل ركعة، اللي ببدأ بيه بحمد ربنا على اللي انا فيه ايا كان، وبقول له اياك نعبد واياك نستعين، انت اللي هتنقذني، مفيش حد غيرك. بص، انا لفيت الدنيا كلها، مفيش حد غيرك هينقذني. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، عرفني الصح في كل حاجة بعملها، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي انت مش هتبقى مغضوب عنهم ولا المضلين. يعني انا مش عايزه ابقى زي الناس الوحشه دي، انا عايزك انت، عايزك تكلمني. وبدأ ربنا باللي انا عايزه. في حكايه بقى اللي هي الناس بتنفر من اللي بيقولك بين المسلم
والكفر ترك الصلاة. صح، يعني ده حديث مؤكد. بس الكفر هنا مش الكفر البين اللي انا بكفر بوجود ربنا اصلا، بس انت بتكفر بايه؟ بتكفر ان انت مش محتاج ربنا في حاجة. يعني انت 5 مرات في اليوم مش محتاجه ولا مرة. مش متضايق من حاجة عايز تقولها له. مش متضايق من حد مثلا وعايز تقول ربنا يصلح حاله حالي ويصلح ذات بيننا، او اللي انا فيه ده يا ربي انا ما عملتش حاجة غلط، عملت حاجة صح. انت مش محتاجه. هو ده بقى الكفر، يعني مش اللي انت تكفر بربنا خالص الكفر البين، بس انت مش محتاج ربنا. يعني انت خلاص للدرجة دي واصل اللي انت. فالصلاة دي تاني ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإقام الصلاة يعني أنا محتاج ربنا، محتاج أكلمه. أنا لما مشيت بالمبدأ ده الصلاة عندي كأن ربنا بيناديني أنا أمنية، أو بينادي أي حد. أنت أنا عايزك أنت. قوم قول لي أنت إيه اللي مضايقك. لو أنت مكتئب وقاعد كده، قوم صلي الفرض اللي هيجي عليك. يقولك إذا رأى أحدكم المسلمين صلاة مكتوبة فليقمها، وإذ لم يحضرها أو اتأخر عليها فليتم. اللي انا اصحى برضو متاخر عليا صلوات، لا انا مش هصلي كده كده، ما صليتش بقى الظهر ولا العصر، لا اتم يعني اقضي الصلاه اللي عليا. لا انا محتاجه اكلم ربنا. ومحتاج الركعات دي، ومحتاج السجود ده، ومحتاج الذنوب اللي فوق دماغي اللي هي مضايقاني بالمصايب اللي الناس عاملاها فيا وانا عاملها في نفسي. كل ده محتاج اللي هو ينزل من على كتفي، وانا محتاجه اكلم ربنا. يعني مين اللي متصرف في الكون ده؟ ربنا. فانا محتاجه اكلمه الصبح اول ما اصحى عشان اعرف الدنيا بقى هتمشي ازاي. محتاجه لما انام اكلمه. محتاج الظهر مثلا لو الشغل والدنيا مش عارف، محتاجه افصل بقى، افصل بالصلاه كده واكلم ربنا كده دقيقتين او 5 دقايق. والعصر كمان، صلاه العصر بيقولك من صلى الصبح في ذمه الله، من صلى صلاه العصر لم يحبط عمله. يعني ربنا اللي بيصلي قبل شروق الشمس وقبل غروبها، يعني انت بتكلم ربنا طول الليل والنهار. يعني انا ما بعملش النوافل، ما بصليش قيام ليل، بس اصلي الفروض. ليه؟ لان دي نداء من ربنا ليك. ربنا عايزك تكلمه وعايزك تشكيله. فنخلي الصلاة مبدأ في حياتنا وما نخافش منها. واقول مثلا ما صليتش الظهر ومش عارفه ايه، طب السنين اللي فاتت ربنا عامل فيا ايه، والصلاة مش عارفه ايه. التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، وان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى ايه الذاكرين. يعني تذكر، ما تخليش الشيطان يدخل لك يعدهم الفقر وامرهم بالفحشاء. يعني يقول لك ربنا مش هيقبل توبتك، ربنا مش هيتقبل صلاتك. لا، احنا بعد كل صلاة حتى المسلم اللي هو ايه وصل لدرجة عالية بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه عارف يكون اثر في الصلاة. بس هي راحة. حتى كل الصحابة كانوا يقول أرحنا بها يا بلال. الرسول كان بيقول كده أرحنا بها. يعني عايز أكلم ربنا بقى. أنا الرسول طبعا كان بيكلم ربنا على طول، يعني عايز بقى في الصلاة دي يتكلم ربنا أرحنا بيها. حتى سيدنا موسى عارف ان الصلاة دي يعني مش حاجة بسيطة، فقال لك قومك مش هيطيقوا اللي هي تبقى 50 مرة. فلما الرسول أسرى للسماء قال له ايه ده ربنا لا يعني يكلمه اللي هو يخفف عنا الصلاة، فخلاها 5 مرات في اليوم. اللي انا اتظاهر كده وابقى فريش كده واقعد مع حد يعني هيحل لي كل حاجه، يعني هيريحني. وهي مش الزام اكتر ما هي انت مش محتاج ربنا، يعني مش محتاج تكلمه. فزي ما خففها علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزين نفرحه يوم القيامه اللي احنا لا ما قطعناش صلاتنا بربنا مهما يحصل. حتى لو اخرتها بالليل قبل ما اصلي قبل ما انام لازم ااديها. يعني هي دي طوق نجاتنا في الدنيا. يعني حتى لو رحت دكتور نفساني، رحت لحد مش هيقدر يكلمك ولا يحل لك مشكلة زي ما ربنا هيسمعك وهيحل المشكلة، غير الثواب بتاعها. يعني الملائكة بتذكرك بعد ما بتقعد في مجلسك اذا لم تحدث في مصلى اللي انت فيه. الملائكة بتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ده كده انت قضيتها ومشيت بقى مع مش قضيتها بقى انا معرفش كويس ولا ايه. وبتقول بعديها ايه بعد التسليم؟ اللهم انت السلام ومنك السلام. يعني انا عايزه ارتاح وتخلي لي حياتي سلام في امان. فان شاء الله ربنا يجعلنا من مقيم الصلاه ومن ذرياتنا يا رب.
واجعلنا كده نقيمها على الوجه الذي يرضيها عنا. وهي مش محتاجة بس غير اللي انت تحس بكل حاجة فيها الفاتحة، تكلم ربنا سبحانه وتعالى، تدخل عليه انا عبدك وانا مش محتاج غيرك يعني. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل صلاتنا يا رب العالمين، وجعلها في طاعته وفي رضاه. وربنا يجعلنا دائما وأبدا من مقيم الصلاة، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين، وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. السلام عليكم ورحمة الله.